هوريكم حاجات جبتها اونلاين من سنتين وهقول لكم رأيي فيها دلوقتي. اول حاجة فتحت الابليكيشن واخترت 2023 وطلعت كل حاجة طلبتها في السنة دي. اول حاجة وهو الستاند اللي بصور بيه من المكتب من فوق وهو بجد حلو جدا وبصور بيه كل الفيديو. تاني حاجة اللينس دي للموبايل، بصراحة ما جربتهاش كتير لان انا كنت متخيلاها للزوم اكتر مش وايد، بس دلوقتي وانا بوريكم حسيت ان هي ممكن اصور بيها حاجات كتير وتبقى لذيذة. جات لي شوية افكار كده، حاسة ممكن اطلع بيها حاجة كويسة. هي بينت الحاجات اللي واقعة على الأرض بس عادي. في السنة دي كان في فترة كده ماما تعبانة فيها وما بتقدرش تمشي على رجليها كتير، فكنا محتاجين حاجات تساعدها ان هي تعمل زي مساج كده لكعب رجليها، فجبت لها القطعة دي. المفروض ان هي بتمشي عليها رجليها من غير شوز. وكمان في شبشب كده لقيته في زي قطع سيليكون في الكعب او في الرجل كلها، برضو كان كويس. اليولو نيل بولش انا بحبه والدرجتين دول حلوين. لحد قبل ما اصور الفيديو ده كانت علاقتي بالهيت بروتكشن ده ان هو مش حلو، لحد ما شفت فيديو لمريم المصري بتقول ان ده اصلا للشمس مش ان احنا نحطه قبل ما نعمل شعرنا، فهديله فرصة تانية. ده كنت جايباه للحوض لماما وتقريبا اتكسر بعد فترة قصيرة لان البلاستيك بتاعه مش قوي. ودي برضو لماما معلقة كده شكل السيليكون بتسند عليها معالق وبتكون حلوة جدا. الساعة اللي مش ببطل البسها طول الوقت وطالباها من سنتين وما حصلهاش اي حاجه، بحبها جدا. الميك اب ريموفر ده من ايفا، انا جربته مرتين وحبيته بس غيرته يعني دلوقتي فمش موجود. ودي مجموعه فرش كده صغيره، مش عارفه البراند بتاعتها او هي اصلا مش براند بس بستخدمها ساعات، بس هي مش احسن حاجه. جات لي فتره كده كنت عايزه اركب رموش لنفسي في البيت وجبت اللاش جلو ده بس معرفتش استخدمه لغايه دلوقتي. المفروض نحط فيها التلج يطلع شكل كور، اتكسرت تقريبا في الطريق وهي جايه. البوكس ده فيه كل ما املك من اكسسوارز، هو شكله دلوقتي مش منظم بس هو فيه كل حاجه، شايل كل حاجه، محتاج بس ان انا اقعد كده وارتبه من الاول. الهير ماسك ده من جارنيه عادي. الجل ده زي ما قلت لكم هو حلو بس حسيته بيوقع الشعر، فتقريبا دي كانت مشكله في اول لاين بس انا ما جربتش تاني. وده تالت فيديو وبس كده.